السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل طريقة الفراخ المشوية زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. جبت الخلاط بتاعي، حطيت شوية دبس رمان، وحطيت بصل، وحطيت طماطم، وحطيت خل، وشوية فلفل اسود، وشوية بهارات فراخ. زي ما انتم شايفين كده مقطعة الفرخة على 8 قطع، وحطها في الحوض بقى اغسلها غسلة حلوة كده، اشطفها حلوة اوي عشان ما يبقاش فيها اي زفارة، بشوية ملح وعصير ليمون. زي ما انتوا شايفين هقطع البصل على الطماطم، واحط فصين توم، واحط شوية خل، واحط شوية بابريكا، وشوية كركم، واضرب كل ده معايا في الخلاط او الكبة لو عندك. والفراخ كده اللهم بارك زي ما انتوا شايفين مقطعاه، كل ما تقطعها تقطعة صغيرة يكون احسن طبعا. حطيت شوية كزبرة وشوية زعتر. طبعا بقى الفراخ بهارية وشوية خل كده زي ما انتوا شايفين. كل لما الفراخ بتاعتك تكون متبهرة كويس، وتكون في التتبيلة بتاعتها دي وقت كبير، كل ما تكون طبعا احسن. هبدأ بقى ارصها كده بعد ما شطفتها شطفة حلوة قوي. طبعا كنت ضربت الخلطة دي في الخلاط، التتبيلة دي. هبدأ بقى احطها كلها على الفراخ زي ما انتوا شايفين كده عشان كلها تتشرب. وطبعا لو عايزة تعملي فيها فتحات في السكينة كده هتغزغزيها كده بالسكينة عشان تشرب من كل التتبيلة بتاعتي. طبعا لو انت مستعجلة ممكن تسيبها ساعة ساعتين اقل حاجة. لو هتعملي يعني لو عندك وقت او كده ممكن بقى تتبليها قبلها بيوم، هتبقى طبعا طعمها حلو قوي وشاربة من التتبيلة بتاعتك دي. هزودها شوية ماء عشان التتبيلة تكون جاية على الفراخ كلها، كل الكمية بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك. التتبيلة اقولها لكم تاني: بصل وطماطم، 3 4 بصلات كده، وطماطم، وشوية دبس رمان، وصويا صوص لو عندك، وشوية خل، وشوية توم، راس توم كده او اقل على حسب كمية الفراخ يعني اللي عندك. انا استعملت حوالي يعني نص راس كده، وحطيت شوية بابريكا، وشوية زعتر، وشوية ملح، وشوية فلفل اسود. هتضربي كل الحاجات دي في الخلاط. طبعا لو عندك بهارات شوي الفراخ هتحطي برضو منها شوية، هتسيبيها بقى في التتبيلة دي عندك تبات ليلة كاملة في التلاجة طبعا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كانت تتبيلة حلوة قوي، ادت للفراخ بتاعتي طعم ولون زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو معايا. كانت اللهم بارك. بصوا وكل طبعا لما تقطعي كمية ما تقطعيها قطع صغيرة يكون احسن. وطبعا ممكن تشويها الفرخة كاملة على بعضها، بس طبعا لازم تكون فراخ صغيرة حوالي كيلو كده او كيلو الا ربع، ما تكونش 2 كيلو او كده، لان الفراخ لو حجمها كبير مش هتستوي معاكي ومش هتكون حلوة. في الفراخ الصغيرة بتكون احسن في الشوي، او لو كبيرة هتستوي عادي بس يعني مش هتكون حلوة زي الصغيرة. الفراخ عندي هنا قطعتها على 8 قطع لاني كنت حابة اعملها كده المرة دي، وهتشوفوا هنعمل ايه معاها. بصوا ما شاء الله التتبيلة بتاعتي عاملة ازاي. ما نزلتلكوش حاجة من زمان. دعواتكم ربنا يعدي الفترة ده على خير. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان اعمل لكم حاجات حلوة كتير. مستنية منكم الدعم. زي ما قلتلكوا هحط بقى التتبيلة دي هنقعها فيها ليلة كاملة واحطها في التلاجة. وقلتلكوا التتبيلة كذا مرة، لو حابين انزلها لكم تاني في التعليقات اوكي ماشي.
جربوا الطريقة دي وقولوا رأيكم. بصوا ما شاء الله هبدأ بقى احطها في الفرن بعد ما اتشربت بقى ليلة كاملة، هحطها في الفرن، تحطها في الفرن بالتتبيلة بتاعتها كده وترصها في صواني او تحطها في حلة كبيرة على النار وتديها تشويحة حلوة كده، وهي اصلا هتكون نزلت مية كتير يعني، فتحطها بالمية بتاعتها دي. ودي يا دوب خدت تشويحة معايا على النار كده، هبدأ ادهنها صلصة بشوية زيت وادهنها كده واحطها في الفرن زي ما انتوا شايفينها، وارصها في صواني كده. اللهم بارك، ادت معايا لون جميل اوي زي بتاع المحلات واحسن كمان، وكان طعمها رائع وخطير، وكانت مستوية كويس، كانت اللحمة بتاعها دايب. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى ادهن كله صلصة كده زي ما انتوا شايفين. حطيت دي صلصة طماطم كانت عندي، يعني صلصة كنت عاملاها. وهنا كنت عاملة رز اصفر، ده كان رز مصري عادي. حطيت شوية زيت ونزلت عليهم بالرز المصري بتاع الكمية اللي انت عاوزاها، وشوحتهم كويس قوي، وحطيت شوية ملح، وحطيت شوية كركم كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين نزلت المية على قد الرز. طبعا ممكن تعملي برز بسمتي، بس انا كنت عاملاه برز مصري عادي يعني، ما كانش عندي بسمتي، عملت رز مصري. وزي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، ما فلفل وجميل وزي البسمتي بالظبط يعني، مفيش اختلاف. وبصوا اللهم بارك الفراخ عندها، وبدأت بقى ارصرصها كده في الصينية بتاعتي وحطيت عليها صلصة زي ما انتوا شايفين. ديت مش صلصة اكياس، دي صلصة طماطم، كنت مسبكة شوية طماطم وخدت منهم شوية وحطيت عليهم شوية زيت، وبدأت بقى أدهن الفراخ كلها كده زي ما انتوا شايفين، وأبدأ بقى أدخلها الفرن بتاعي، وتشوف اللهم بارك النتيجة رائعة. طريقة سهلة وبسيطة ومش هتكلفك أي حاجة، وطبعا حاجة مضمونة من البيت. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اللهم بارك، هبدأ بقى أعمل كل الكمية بتاعتي اللي انتوا شفتوها معايا من الأول الفيديو. احط على الصلصة كده، النتيجة ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الفراخ طالعة من الفرن لونها عامل ازاي، احسن بتاعة المحلات، واخدة اللون الدهبي الرائع الجميل. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طريقة سهلة وبسيطة وما تكلفتش معايا اي حاجة، والتتبيلة زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. والرز ما شاء الله مفلفل وجميل برضه اللهم بارك. بصوا هوريكم الفلفلة بتاعته عاملة ازاي، زي البسمتي بالظبط. طبعا لو عندك عزومة، لو عندك مثلا مناسبة، لو حابة ان انتي مثلا تعملي وجبات وتطلعي لله او كده، ممكن تعمليها حاجة سهلة وبسيطة. لو مثلا في فرح، في خطوبة، في حاجة عاوزة تعملي أكل سريع وناشف كده عشان ما يبص منك، من غير بقى المحاشي والمكرونات والصلصة والحاجات دي. تقدري ان انتي تعملي فراخ مشوية كده ورز وتحطي في اطباق زي كده وجبات، وممكن بقى تقطعي معاها طماطم وخيار، او تحطي معاها مخلل او شوية طحينة. ممكن تعملي جنبها كفتة برضو مشوية كده يعني، زي ما انتوا شايفين. ومع بعض بنعمل افكار يعني حلوة اهو، ممكن تستفادي بقى لو عندك اي مناسبة او كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي وتقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولايكاتكم واشتراككم في القناة ده بيدعمني ويخليني انزل لكم فيديوهات حلوة كتير، وان شاء الله الايام الجاية نعمل مع بعض حاجات حلوة تفيدكم يعني. بصوا اللهم بارك، وجبات زي ما انتوا شايفين كده، رز وربع فرخة ومخلي ليمون معصفر زي ما انتوا شايفين. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.